هي البطارية ممكن تبوظ لو سبت الموبايل على الشاحن طول اليوم وانت نايم؟ بص يا سيدي، لو نمت وسبت الموبايل على الشاحن طول الليل فالموضوع مش خطر زي زمان، لكن برضه في شوية تفاصيل مهمة لازم تاخد بالك منها. اللي بيحصل فعليا ان الموبايلات الحديثة فيها أنظمة ذكية لإدارة الشحن، يعني أول ما البطارية بتاعت الموبايل توصل ل 100% الشحن هيتوقف تلقائيا، والموبايل هيبدأ ياخد كهرباء مباشرة من الشاحن مش من البطارية. وبعد شوية لما البطارية تنزل مثلا ل 99% الشاحن هيشحن البطارية في ساعتها ويوصلها ل 100% تاني ويفصل نفسه على طول. وده بيحصل في دورات صغيرة طول الليل، بس على المدى الطويل يعني لو هتحط موبايلك في الشاحن كل يوم وانت نايم لمدة سنة، الحرارة هي العدو الأوحد للبطارية. فلو الموبايل بتاعك بيسخن مع الشحن وانت كمان حاطط كفر تقيل او حاطه على السرير او حتى حاطه تحت المخدة، فكل ده هيخلي البطارية تسخن بسرعة وعمرها يقل. الخلاصة، اشحن موبايلك وانت نايم يا صديقي عادي جدا، بس شيله من الجراب وحطه على ترابيزة واستخدم شاحن وكابل اصليين، ومش كل يوم يعني. غير كده امورك تمام والموضوع تأثيره خفيف ومش هتلاحظه الا على المدى الطويل. وكفاية قلق ملوش لازمة ويستحق اللايك.